مش كل شويه الم وحرقان في الصدر نفتكر ان هم حموضه معده ونروح ناخد ادويه للحموضه والموضوع يقلب معنا بكارثه صحيه. الم الذبحه الصدريه الانجينا احيانا بيشبه الم الحموضه لدرجه انك ممكن تتلخبط ما بينهم. علشان كده في الفيديو ده ان شاء الله هنفرق ما بينهم صح وخلي ربنا يسترها وما يحصلناش مشاكل. خلينا نعرف ان الذبحه الصدريه عرض وليس مرض ناتج عن قصور او خلل في الشريان التاجي اللي بيغذي القلب بالدم. الخلل الوظيفي ده ليه اسباب كتير جدا، منها حاجه اسمها الاسيروسكليروزس تصلب الشرايين، وده بيحصل نتيجه تراكم جزيئات الكوليسترول الضار LDL على بطانه الشريان، وبعد كده يلتف حوالين خلايا مناعيه مسببه للالتهابات بتكون حاجه اسمها البلاكس او زي تكتلات كده. التكتلات دي غير ان هي ممكن تنفجر وتسد الشريان الا انها بتعيق حركه وصول الدم الى عضله القلب، فبالتالي بتقل تغذيه القلب بالدم. اللي هو الكوليسترول الضار ملوش علاقه ان الشخص يكون تخين او رفيع، بس طبعا ده ما يمنعش ان لو وزنك زياده تحافظ على صحتك وتنزل في الوزن. اسباب اخرى ممكن تعمل خلل في الشريان التاجي هو انه ممكن يحصل له اسبازم تشنج بشكل مفاجئ، وده في الغالب بسببه التدخين او شرب المواد المخدره او الضغط النفسي والتوتر او التعرض لجو بارد قاسي حبتين. فخلي بالك بقى لو انت مدخن ممكن تعرض نفسك لكارثه صحيه. انا عارف ان التوتر والقلق بيكون غصب عنه لوحده، ولكن برضه ممكن يدخلوك في كارثه صحيه. من ضمن الاسباب حاجه اسمها الامبوليزم، قطعه دم متجلطه ممكن تسد الشريان، او ان الشريان يحصل فيه التهابات بسبب امراض مناعيه مثلا، او يحصل ضغط خارجي على الشريان اكسترنال كومبريشن بسبب الاورام، او ان الغشاء المحيط بالقلب بيحصل له التهابات. احيانا كمان ممكن يحصل اختلال ما بين العرض والطلب، ما بين الدم اللي واصل والدم اللي المفروض يوصل، وده في الغالب سببه بذل مجهود بشكل مفاجئ عنيف او التعرض لضغط نفسي. لذلك بقى خلي بالك انك وانت بتبذل مجهود حاول انك تسخن الاول، بلاش تخش فجاه. كل العوامل اللي احنا ذكرناها مع بعض دي بتظهر عليك في شكل تقل شديد على صدرك وانقباض والم وضغط، بتحس كده ان في حجر واقف على صدرك، بيكون منتشر في الصدر كله ما بتقدرش انك تحدده، بيسمع معاك الم كمان في الفك السفلي وبينتشر للكتف الشمال والدراع الشمال وممكن يسمع في ظهرك. احيانا بتكون في اعراض مصاحبه غثيان، احساس ترجيع وضيق نفس، كمان دوخه، وبتحس بهمدان شديد. عادة بيستمر الألم من 2 ل 10 دقايق وبيختفي مع الراحة، ولكن لازم ترجع للطبيب يعمل لك شوية فحوصات وتطمن على نفسك، رسم قلب، انزيمات قلب، رسم قلب بمجهود، أشعة وغيره كمان من التحاليل علشان تطمن على صحتك. أما بالنسبة بقى لحموضة المعدة والألم اللي أنت بتحس بيه أسفل الصدر وبداية البطن، المنطقة دي أحيانا بيتقال عليها فم المعدة. فم المعدة يعني بداية معدتك، بتحس بحرقان وألم، وأحيانا الحرقان ده بيسمع في الفم في صورة طعم مر أو حموضة. ليها اسباب كتير جدا، ممكن تكون جرثومه، او عندك مشكله في الصمام الفاصل ما بين المريء والمعده، يعني مثلا حضرتك اكلت اكله دسمه فيها زيوت، اكل حراق، الكلام ده كله ممكن ياثر على الصمام الفاصل ما بين المعده والمريء، فبيعمل لك ارتجاع مريء، فبتحس بالحرقان وممكن يسمع في الفم بحموضه او طعم مر. الم الحموضه بتقدر انك تحدده وتشاور عليه، مش منتشر زي الم الذبحه الصدريه في الصدر كله، بتبدا تشعر بيه بعد الاكل مباشره، او انك ترتاح كده تستلقي يعني شويه او تنحني للامام يظهر معاك الالم هنا والحرقان، وكمان بيخف بأدوية الحموضة ممكن يستمر لساعات. بكده احنا عرفنا الفرق ما بين ألم المعدة وألم الذبحة الصدرية الأنجينا، بس خلي بالك قاعدة مهمة جدا لازم تطبقها، إن أي ألم في الصدر وحرقان يعتبر ذبحة صدرية أنجينا إن لم يثبت العكس. مباشرة ما تاخدش أي أدوية حموضة أو غيره إلا ما تطمن على نفسك وتنفي موضوع إن ممكن يكون في أنجينا ذبحة صدرية. بعد كده تاخد الأدوية بتاعة الحموضة أو تاخد الأدوية الخاصة اللي الطبيب وصفها لك. لو استفدت من الفيديو شاركه غيرك علشان الكل يستفيد، وما تنساش تعمل متابعة. سلام عليكم.